السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معلش بتأخر عليكم في الفيديوهات، بس الواحد عنده أطفال بقى. يلا ربنا يخلي الكل عين رجاها زي ما بيقولوا، ويدي كل مشتاق مشتاق يا رب. النهاردة كده وانا بحضر الغدا حبيت اتكلم معاكم شوية في حاجات كتيرة جدا. يعني سبحان الله، ناس كتير جدا عايزة تعمل، يعني عايزة تغير من حياتها، عايزة دايما تشوف يعني توصل دفعة للأمام كده في حياتها يعني. بس بقى بيسوفوا، يعني هبقى أعمل هبقى أعمل هبقى أعمل. وسبحان الله العمر بيعدي ويلاقي نفسه ضاعت منه أجمل أيام حياته، ضاع منه شبابه وهو ما عملش أي حاجة في أي حاجة من اللي هو كان بيطمح إنه يعملها يعني. فعلى الإنسان إن هو أول ما تجيله فكرة، والفكرة دي كويسة وما فيهاش أذى لحد وهتعود عليه بالنفع وممكن كمان على الآخرين، يبتدي يشرع ويبدأ فيها على طول. عشان ما يقولش يا ريت بعد كده، ما يقولش يا ريت أنا كنت عملت. يعني أنا هحكي لكم قصة بنت طموحة اسمها رجاء. البنت دي عندنا هنا كده في الفلاحين، خدت الإعدادية واتجوزت وخلفت الحمد لله، وربنا رزقها بالأولاد. وطبعا بقى بيوت الفلاحين فيها غيط وفيها مواشي، وبتحلب المواشي وتعمل سمنة وجبنة وشغل البيت، وتروح تساعد جوزها في الغيط. والمهم قدمت على شغلانة بالإعدادية، عاملة يعني فراشة يعني في مدرسة، وربنا كرمها واتوظفت. بس هي دايما عندها، يعني الإنسان الطموح يا جماعة ما بتفرقش معاه البيئة. ممكن بخلاف يعني مثلا انسان طموح في بيئة حضر، متاحة له كل الامكانيات اللي تساعده ان هو يحقق ذاته، غير مثلا في بيئة إن بيعمل فيها شوية حساب للناس، وده هيقول وده هيعيد، والعادات والتقاليد. لكن والله الانسان اللي جواه دافع، الطموح نفسه دافع، بيدفع صاحبه انه دايما يكون للامام، بيحاول يذلل كل العقبات وكل الصعوبات وايه يعني الناس هيقولوا النهارده كذا، بعد كده هيسكتوا لما يلاقوا ان انا عملت حاجه حلوه. فما بيهموش الانسان الطموح، ما بيهموش كلام الناس طالما هو ماشي صح وما بيعملش حاجه تغضب ربنا. فابتدت قالت ايه، انا دلوقتي كده عايزه احسن من وضعي شويه، فانا عايزه اشتغل مثلا حتى اداريه. فقال زمايلها او المدرسات في المدرسه شجعوها وقالوا لها طب ايه رايك تذاكري وتدخلي يعني مثلا دبلوم التعليم الفني وذاكري وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك يعني. بالفعل قدمت في الدبلوم وذاكرت بجوار بقى شغلها، وحياتها مش واقفه. بتشتغل مع جوزها في الغيط، بتساعده في الغيط وشغل البيت والمواشي وشغلها في المدرسة وولادها. بس الحياة مش واقفة يعني، وفي نفس الوقت بتذاكر. طبعا كانت بتطلب من كل اللي حواليها يساعدوها في المذاكرة، الحاجة اللي مش فاهماها الحد فاهمها بيشرحها لها. فابتدت خدت الدبلوم وابتدت ايه بقى، كان لسه موضوع التسوية ده سهل، فسوت وبقت ايه، إدارية وبتشتغل شغل إداري. فقالت طب وماله، برضو لازم ايه اطور من نفسي وادرس عشان ولادي، وعشان انا عايزه اكون دايما احسن. فدخلت بقى عن طريق التعليم المفتوح، قدمت في احدى الكليات واتقبلت، وبقت تدرس وبقت تخلي المدرسات الموجودين في المدرسه يلخصوا لها المواد ويساعدوها في ان هي يعني هما يلخصوا وهي تذاكر. وما شاء الله نجحت وخدت كمان الكليه. ده طبعا فرق معاها جدا وفرق في حياتها. هل هي حياتها اتغيرت؟ حياتها ولادها وبيتها ولسه بتساعد جوزها في الغيط وكده، بس بتحس انها عملت حاجة، بتحس انها طورت من نفسها وطورت من ذاتها وبصت لقدام للي يفيد ولادها. هي لما تذاكر لولادها وهي معاها جامعة وفاهمة التغيرات والمناهج الجديدة اللي بتحصل، عايزة حد يا جماعة فاهم مع الولاد في البيت، غير لما تكون كان تعليمها مثلا في البداية على قدها، حاجات كتير جدا مش فاهماها، ولادها كانوا بيلجأوا لناس بره. فطبيعي ان انت تغيري من نفسك. دي كانت قصة رجاء. في كمان انا فاكرة في اولى ثانوي كنت باخد مراجعة كيمياء، وكان معانا واحدة ست، يعني احنا لسه في اولى ثانوي وهي عندها حاجة و40 سنة وبتحضر معانا. فانا فافتكرتها بقول لها هو انت حاضرة عشان آه، حد بالنيابة عن حد، بنتك تعبانة او ابنك او كده؟ قالت لي لا، انا اللي همتحن، بمتحن منازل وعايزه اطور من نفسي واتعلم. يا جماعه التعليم ما بيحكموش سن،
وما بيحكموش بيئة. يعني بلاش تقولوا احنا عندنا في الفلاحين مش هيرضوا، مش الكلام ده ما بقاش موجود خلاص. ممكن كان موجود زمان، لكن حاليا دلوقتي اللي عايز يعمل حاجة بيعملها، واللي قدامه يعني في هدف لازم بيوصل له. فطبعا الست دي كانت مثال عمري ما بنساها، يعني سنها كبير وولادها والتزامات اكتر وكده، بس كانت بتروح تحضر عشان لما تروح الامتحان تدخل تمتحن تبقى ملمة بالمادة، وتقدر تجاوب وتنجح وتحقق ذاتها. كان نفسي اعرف هي وصلت لحد ايه، بس للاسف ما كملتش معاها. في برضو صحفي دلوقتي. انا عايزه اقول لكم الصحفي ده ما دخلش مدرسه لسن 13 سنه، وكان بيعول اسره، بيعول اخواته ووالده ووالدته متوفيين، وكان بيعول اسره، وكان بيشتغل عند واحد بتاع طعميه قدام مدرسه. فطبعا الكتب اللي بياخدوا كتب كده عشان يلفوا فيها الطعميه والكلام ده كله هو مش عارف يقراها، طلاسم بالنسبه له. بيقول المريالة اللي كان لابسها الولد كانت حلم بالنسبة لي، ان البس مريالة وادخل المدرسة وابقى طالب، بدل ما انا بقف ابيع سندوتشات للطلبة اللي بيخشوا المدرسة. فالراجل اللي هو شغال معاه لمس فيه حتة ان كل ما يجي قدامه ولد من بتوع المدرسة نظراته بتختلف، وبيبان عليه قد ايه هو مشتاق يبقى كده. فسأله قال له هو انت نفسك تتعلم؟ قال له اه. قال له طب ما تلتحق بفصول محو الأمية. ففعلا خد الفكره من بق الراجل زي ما بيقولوا، وقال له طب اعمل ايه؟ قال له التحق بفصول محو الاميه، هتديك شهاده محو الاميه، وبعدها تقدر، دي بتعادل الابتدائيه، بعدها تقدر تكمل. بيقول فعلا رحت سالت وكده، فقالوا لي ان انت لازم تخلص المستوى ده عشان تلحق تخش الامتحان اللي هو المستوى الاولاني، ان انت تحفظ بقى الحروف، وبحيث ان انت تتعلم قرايه وكتابه عشان تقدر تاخد شهاده محو الاميه. انا فاكره كده قال انا سهرت طول الليل احفظ في الحروف. بقول حفظتها في ليلة، وابتديت ان انا اتعلم، وابتديت ان انا اعرف اقرا، وابتديت ان انا اعلم نفسه بنفسه. وكان بيحضر في الفصول محو الاميه في الاوقات اللي هو بيفضى فيها وما فيهوش شغل، لان بقول لكم طفل في السن ده بيعول اخواته بسبب وفاه والده ووالدته. فربنا كرمه وجاب مجموع، دخل الاعدادي وجاب مجموع، درس من منازل والتحق بالثانوي، وجاب مجموع والتحق بكلية الإعلام، وهو حاليا بيشتغل صحفي. طموحه جه من فكرة، يعني من شدة، يعني شايف زمايله ناس من سنه بالتعليم. يا جماعة التعليم حق لكل بني آدم على وجه الحياة. ده ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه حب يعلمها للنبي قال له اقرا. فالعلم نور، العلم بيغير كتير جدا. اوعي تتهاوني مع ابنك اللي ما بيذاكرش وتقولي ده مش نافع في التعليم، انا هعلمه صنعه. علميه الصنعه بجانب التعليم. فيها ايه قوي لما مثلا اودي ابني في الاجازه ورشه ويبقى يتعلم ويبقى شاطر وربنا يكرمه ويدخل هندسه ميكانيكا، يبقى الله الله على على الصنعه مع العلم يطلعونا احلى مهندس. فيها ايه لما اودي ابني ورشة نجارة في الاجازة ومشيه في التعليم وابقى حريصة على تعليمه، ويدخل لنا كده فنون تطبيقية قسم ديكور، وما شاء الله يطلع لنا احلى شغل. يا جماعة اوعوا تتهاونوا مع بنت او ولد يقولوا احنا مش عايزين نتعلم، هيندموا في وقت ما ينفعش فيه الندم. نمي دايما في حتة ولادك انهم عايزين يبقوا الاحسن، يبقوا دايما يبقى عنده طموح. لاحظي ابنك عنده موهبة او بنتك عندها موهبة، نميها وساعديها فيها، وخليه دايما حياته النهاردة غير حياته بكرة. طبعا كله بإذن ربنا سبحانه وتعالى وبإيد ربنا، بس الطموح يا جماعة بيغير. ممكن يبقى طموحك بنقول احلم على قدك، بس احلم، يعني ما تخليش حياتك كلها روتينها حاجة واحدة، ماشي على نهج واحد. الدنيا كلها بتخطو خطوات وانت واقف مكانك وثابت مكانك. صدقني اي حاجة بتعملها ايا كانت صغيرة بتفرق في النفسية جدا، بتفرق في سلامك النفسي مع نفسك. يعني انت كل ما بتعمل حاجة مفيدة تنفع حد او تنفع نفسك او تنفع دينك او تنفع وطنك تنفع اهلك، ده بيفرق جدا جدا. لا بتحتاج دكتور نفساني، ولا بتجيلك عقد، ولا بتطلع عقدك على غيرك. فخليكوا كده دايما بصوا، ابدأوا بحاجات صغيرة، ابدأوا بأهداف صغيرة جدا حققوها مع نفسكم في بيتكم. بعد كده اطلع للمجتمع بره، عندك هدف بره في محيط أسرتك في عيلتك عايز تحققه، في مع نفسك مع ذاتك مع أهلك. يعني بص، فكر وغير من نفسك وطور دايما نفسك للأمام.
ف يا رب يكون كلامي خفيف على قلوبكم، ويكون حد يستفاد منه، لعل وعسى الكلمتين دول يغيروا انسان من حته يوديه حته تانية خالص. مش الكلمتين اللي هيغيروه، لا، هم هيدوله دفعه، لان كل بني ادم جوانا عنده طاقه، عنده طاقه يقدر يوظفها في الخير. يقدر، يعني احنا كلنا نفسنا نشتغل يا جماعه شغل. يعني انا مثلا من طموحي ايه؟ انا بحب جدا العمل الخيري. يعني انا لما كنت قبل ما اتجوز كنت احيانا كده اخرج مع جمعيات خيريه، نشارك في قوافل، نشارك في حاجه. والله العظيم الانسان كنا على قد ما بنتعب في اليوم ده، بس على قد ما الواحد بيرجع يحس انه عمل حاجه، يحس انه شارك في حاجه خير، في ثواب، في طلع طاقته كلها في حاجه ايجابيه. يعني طلق الطاقه السلبيه كلها اتحولت لحاجه ايجابيه بتفرق في نفسيته. بيرجع حاجة تانية جديدة، بيرجع عايز يطور من نفسه، عايز يعمل خير أكتر، عايز يساهم. يعني احنا كنا بنساهم في قوافل الخير، احنا ما كناش بنشارك بفلوس، يعني احنا ما كانش معانا ان احنا نشارك بفلوس، بس كنا بنشارك بمجهود بقى، ان احنا مثلا نعبي شنط، نكيس لحمة، نوزع، ندي للناس. احنا شايفين ان الموضوع ده بسيط وهين، لكن انت شاركت باللي تقدر عليه. يعني ما شاء الله اصحاب المال اللي جابوا، ما شاء الله ربنا يكرمهم ويوسع عليهم. ليه انا في يوم من الايام مثلا لما ربنا يديني، ليه ما افكرش اعمل حاجه زي كده تنفع الناس؟ بيبقى نفسك ويبقى عندك دافع، ويبقى جواك يعني انا ما زلت للحظه ديت نفسي يعني ارجع اشتغل في العمل الخيري تاني. ممكن الظروف الماديه بتحكم الواحد شويه، بس انا الاول كنت بشارك، ما كنتش بشارك بفلوس، بس كنت بشارك بمجهود ووقت. آه، بس فبنقول يعني ربنا يكرم الجميع يا رب ان شاء الله كده، وكل واحد عنده هدف يحققه، وكل واحد عنده حاجة عايز يوصل لها، بس يصر على هدفه، وإن شاء الله بإذن الله هتتذلل كل الصعاب، ويستعين بالله ويستعين بالاستغفار. طبعا صلاة الاستخارة في أي أمر أنت بتقبل عليه وعايز تعرف إذا كان في خير ولا لأ، تستخير ربنا الأول، وبعد كده إذا انشرح صدرك لهذا الأمر تكمله، وت... وتطور من نفسك وتطوري من ذاتك. وممكن تطويرك من نفسك وتطويرك من ذاتك يبدأ من بيتك ومن أولادك الأول. وربنا يعيننا جميعا ويكرمنا مش عارفة والله اقول لكم ايه، انا بس بذكركم بالاستغفار. احنا بقالنا فترة كبيرة ما عملناش فيديوهات عن الاستغفار، وان الاستغفار ازاي اثر في ناس كتير في بيوتها وفي حياتها واللي كان هيسيب شغله. يعني كان في بنوتة حلوة كده مغتربة مع جوزها في السعودية، بتقول ان هي كان جوزها خلاص الكفيل بتاعه قال له ان هو بيصفي الشغل وما ينفعش ان هو يكمل، وقعدوا ويدور على كذا فرصة عشان يشتغل، معرفش، وقرروا ان هم ينزلوا مصر، بس كانوا زعلانين جدا ومن هينزلوا بالشكل دوت وبالطريقة ديت محققوش حاجة من اهدافهم. انتوا عارفين كمان ما كانش فيه فرصة شغل متاحة ليهم هينزلوا عليها، فقرروا انهم ينزلوا. فهي بتقول انا قعدت استغفر كتير، وقلت له يلا نبدأ ورد استغفار، لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يجعل لنا مخرج قبل ما ننزل وقبل ما حياتنا تتبدل وتتغير. فبتقول احنا بدأت الاستغفار وبقيت استغفر اوقات كتيرة جدا. هو بينزل يدور على شغل، وانا بنزل وانا بقعد استغفر وانا بعمل شغل البيت. وبتقول ما كنتش بحسب ولا بعد انا بستغفر قد ايه، بس كنت فعلا بستغفر بنية ان ربنا يفرجها وربنا يكرمنا. وكانت زعلانة جدا، انا خلاص هنزل، احنا خلاص هنسيب هنا، احنا هننزل، طب هنبدأ منين وهنبدأ من الصفر والبداية فين؟ فكانت امور كتير شغلة دماغها. بس بتقول اهم حاجة انا كنت يعني مداومة عليها في كل دوت، ان احنا ايه، ان انا بستغفر. بتقول حتى وانا بجهز الشغل شنطي بستغفر، لحد ما جوزها جه قال لها ان هو لقى شغلانة حلوة وبراتب كويس وبعروض احلى من اللي هو كان شغال فيها. فبتقول بكيت جدا وخريت لله ساجدة وانا ببكي، لان ربنا سبحانه وتعالى كرمني، وربنا انا استغفاري ولجوئي ليه وان انا وقفت على بابه، ربنا سبحانه وتعالى ما ردهاش وهي خايبة ابدا، بل بالعكس ردها بافضل ما كانوا يتمنوا. فربنا سبحانه وتعالى يجعل ايامكم كلها حب وهنا وسعادة، ويجعل حياتكم كلها خير ودفع كده للامام، واللي ما اتجوزش يتجوز، واللي عايز يعمل مشروع ربنا يكرمه، واللي ما خلفتش ربنا يديها ويجعل لها يا رب كده ذرية صالحة تقر عينها هي وزوجها بيها.
ان شاء الله باذن الله. افتكروني بدعوه حلوه، وتعملوا بقى شير ولايك وسبسكرايب. وبسألكم كمان الدعوه كده حلوه خالصه بظهر الغيب، ربنا يكرمنا جميعا يا رب. ومش عايزه بقى اقول لكم ان انتوا بتوحشوني زي ما بوحشكم، اكيد انتوا بتوحشوني. واكتبوا لي في التعليقات اذا كنت اكمل في القناه ولا اكتفي بهذا القدر. ان شاء الله باذن الله. والله عندي طموح ان القناه دي تكبر ومش هيأس. انا بقالي سنتين وما اتفعلتش، بس مش هيأس وان شاء الله خير. واحب اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.